من مجرد مدينة. المعقل ديال أجمل كرة قدم تلعبت في التاريخ. مدينة بهندسة معمارية عمرك غتشوف بحالها في شي بلاصة أخرى. مشيت لبزاف ديال المدن في أوروبا، كلهم مدن مميزة، ولكن كتبقى هذه المدينة هذه هي أجمل مدينة في أوروبا بالنسبة ليا وبالنسبة لبزاف ديال الناس. هذه المدينة هي عاصمة مقاطعة كاتالونيا اللي جات في شمال إسبانيا، مقاطعة باللغة الخاصة ديالها وبإحساس قومي قوي بزاف خلاها ديما في مشاكل مع النظام الإسباني. في 2017 كاتالونيا دارت واحد الاستفتاء باش تستقل على اسبانيا. الفكره اللي ما عجباتش النظام الاسباني واللي قال بلي هذا الاستفتاء غير قانوني واستعمل العنف ضد المقاطعه، وهذا الشيء اللي خلى الحكومه ديال كاتالونيا انها تعلن الاستقلال ديال كاتالونيا للمره الاولى. هذا الاستقلال اللي ما دامش بزاف للاسف تم القمع ديالو من قوات النظام الاسباني ابشع الطرق. برشلونة من أقدم العواصم الأوروبية، كتقول بعض النظريات أنها أقدم من مدينة روما. حنا دابا في إلبون، واحد من أكثر البلايص فنية في المدينة ديال برشلونة، فيه بزاف ديال الدروبة صغار، بزاف ديال لي شوب وديال لي كوفي اللي زوينين بزاف. إلبون هي من أكثر البلايص اللي كيتزاروا في مدينة برشلونة. هاد الحي هذا قديم بزاف، تبنى في أوائل القرن الخامس ميلادي، وكان كيتعتبر القلب التجاري النابض ديال المدينة، وحتى دابا مازال كيحافظ على داك الطابع ديالو. غتمشي لتما غتحس بحال راك في المدينة القديمة ديال مدينة برشلونة. فهاد الحومه هادي الدروبه صغار ديال بصح بحال راك في المغرب. انت شوف درب مورايا صغير، درب هنا، درب هنا ودرب هنا سوبيرو. ما تقدرش تخيلوا شحال ديال الناس وشحال ديال السياح كيزوروا هاد البلاصه هادي، كلهم كيجيو يشوفوا داك الجمال ديال البنايات المعماريه ديال القرون الوسطى. واحسن بلاصه تقدر تزوج فيها هي برشلونه. ما يمكنش شحال ديال الحياه كاين في المدينه هي ديال بصح، شحال ديال الناس شحال ديال الناس راه. هاد المدينه كتستقطب كل عام اكثر من 10 ديال المليون ديال السياح. تخيل، كتبان بحال شي متاهه في الماء. شوف دروبه 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 دروبه. وغير حدا إلبورن كاين الغوتيك كوارتر، واللي كيتعتبر بحال شي متحف حي فيه اقدم بقايا برشلونه، واهم علامه فيه هي الكاتدرال ديال برشلونه، واللي كيتعتبر بحال شي مسرح حي لهواء الطلق لسكان المدينه. بحال هاد الفرقه هذه ديال الشطيح اللي فيها واحد مغربي، جوج كاتالونيين، واحد من تشيلي، واحد من كولومبيا. وحنا دابا في القلب ديال الغوتيك كوارتر، واللي فيه الكاتدرال ديال برشلونه، واللي واحد البلاصه اللي كيديروا فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي بحال داك الشطيح اللي دابا شفنا. برشلونه من اكثر المدن تنوعا في العالم كامل، فيها الناس من جميع انحاء العالم. كاينه 180 جنسيه عايشه في هذه المدينه هذه. تخيل معايا. واخا هكا كيبقاو السكان ديال هذه المدينه محافظين بزاف على التقاليد ديالهم، بحال هاد المارشيات هادو اللي كتلقاوهم تقريبا في كل زنقه. هنا في برشلونه كياكلوا الطاباس. الطاباس هو مجموعه اطباق صغيره كلها بمذاقات مختلفه كتعطى في نفس الوقيته، وكيشاركوها مجموعه من الاصدقاء ولا العائله، وكتعتبر الطاباس هي قلب المطبخ الكتالوني وحتى الاسباني. واول حاجه غادي نجربوها هي الطورتيه الكتالونيه بالانواع ديالها كاملين اللي كنعرفوها في شمال المغرب، والطورتيه ديال القرعه والطورتيه ديال الصبانخ. واول تجربه هي الطورتيه اللي كتشبه الطورتيه ديال الشمال، صراحه تقريبا بحالها، غير هي فيها بزاف ديال البطاطا اكثر من ديال الشمال. دابا غادي نجربوا الطورتيه ديال القرعه. عمركم جربتوا الطورتيه ديال القرعه؟ هي اللي هي بحال الطورتيه ديال البطاطا، كيعوضوا البطاطا ولا القرعه، وهذه على عكس التوقعات صدقات بنينه ديال بصح. وجربنا النوع الثالث ديال الطورتيه وهي ديال الصبانخ. ما عنديش مع الصبانخ بزاف، هذا غير الصبانخ مخلطه مع البيض، صراحه ما عجبتنيش بزاف. جربت ثلاثه ديال الطورتيه، ديال البطاطا، ديال القرعه، وديال الصبانخ. الاحسن وحده هي ديال القرعه. وهاد اللعيبه هذه سميتها الامباناداس. هاد اللعيبه معروفه بها كاتالونيا واسبانيا كامله. هي واحد لاباط كتكون معمره بزاف ديال الحاجات، بحال دابا هذه اللي خديت هي باط معمره بالطون والبصله. صراحه ما فاجئنيش المذاق بزاف، بحال شي حاجه كنعرفها. دابا بحال البطبوط ديال الطون. وهذه ماكله كاتالونيا 100%، بطاطاس برافاس. وهذه حبيبه الجماهير بطاطاس برافاس، واحد البطاطا مقليه بواحد الطريقه واعره ديال بصح. صراحه كيعجبني بزاف البطاطاس برافاس، احسن بطاطا في العالم. واحسن غامباس تقدر تاكلو هو هذا ديال كاتالونيا، غامباس على بلانشا بالعشوب وبداك الشيء، يا سلام. فاش غادي تخرج من المدينه القديمه غتلاحظ واحد الحاجه غتشوفها فقط في برشلونه،
واحد الهندسه معماريه غريبه وزوينه في نفس الوقت. كنهضر على هاد المربعات هادو اللي كيتسماو سوبرياز سي سوبرياس اللي كتعني السوبر بلوك، واللي المعنى ديالها هو هاد الهندسه المعماريه اللي كتعتمد على هاد المستطيلات باش تحد من السيارات داخل المدينه. هادشي اللي كيخلي برشلونه فاش كتشوفها مسمى بحال شي تحفه فنيه. برشلونه ماشي بحال اي مدينه اخرى، فيها واحد الاركيتكتور اللي فريمون غريبه وزوينه في نفس الوقت. كتلقى واحد لي بوكس وفي وسط منهم واحد المساحات خضراء فين كيجلسوا الناس بحال هكا. الشامبلي هذه هي السميه ديال هاد الهندسه المعماريه بالكتالونيه، واللي تأسست في سنة 1859 من طرف المهندس إلديفون سيردا اللي حط بلان ديال المدينة كاملة على هذا الشكل هذا. المبدا العجيب اللي كيعتمد عليه السوبر بلوكس هو انهم كيشدوا 9 ديال لي بلوك بحال هكا، واي طوموبيل بغات تمشي من جهه للجهه الاخرى ما يمكنلهاش تخترقوا، خصها تدور عليه، والسرعه لداخل في السوبر بلوكس محدوده ل 10 كيلومتر في الساعه. هذا الشيء كيعطي حريه اكثر للمشاة باش انهم يتمشاو ويتمتعوا باليوم ديالهم، والمساحات الخضراء انها تكثر في المدينه. وحنا دابا في قلب اشهر شارع في وسط برشلونه. هذا الشارع هذا تقدر تقول عليه الواجهه ديال المدينه، معروف بزاف عند السياح وعند الناس اللي كيزوروا برشلونه. الرامبلا واحد الشارع ديما عامر نهار وليل 24 ساعه. انتم دابا شوف الناس كيشطحوا الهنود. الرمله هو واحد الشارع كبير اللي متكون من بزاف ديال الشوارع صغيره اللي مرتبطه بيناتهم. هاد البلاصه هذه من اسعد البلايص اللي تقدر تشوفهم ببرشلونه، فيها بزاف ديال الحياه، بزاف ديال الانشطه وبزاف ديال الايجابيه. الانتماءات الكرويه شي حاجه كتبدا معنا من الصغر، ومازال عاقل على النهار اللي سولت فيه الوالد شنو هي البارسا وشرح لي على البارسا والريال والمعاناه ديال كاتالونيا. من داك النهار وانا فان ديال البارسا حتى اليوم. الشباب دابا حنا في اكثر بلاصه كتزار في المدينه ديال برشلونه، واحد البلاصه اللي معروفه بها هذه المدينه بزاف في العالم كامل. شوفوا موراي شنو هذا. انا في الكامب يدخل ميسي على الكرة مش معقول. لا خلاص ما عادش يلعب. ميس كونكلوب ولا اكثر من فرقه، هذا هو الرمز ديال نادي برشلونه. وهذا التيران اللي مورايا ماشي تيران عادي، هذه قلعه كترمز للمقاومه ديال الكاتالان ضد الاضطهاد ديال النظام الاسباني اللي كان ديما كيضطهد الناس ديال كاتالونيا، وخصوصا في الوقيته ديال داك الديكتاتور فرانكو واللي كان كيخدم النوادي ديال مدريد بحال اتلتيكو مدريد وخصوصا نادي ريال مدريد باش انه يسوق الافكار الديكتاتوريه ديالو، وكان كيضطهد باقي الانديه خصوصا اللي جايين معقلين بحال كاتالونيا، برشلونه والباسك، اتلتيكو بيلباو. Des responsables du gouvernement franquiste et des militaires seraient entrés dans le vestiaire catalan avant le début du match pour directement menacer les joueurs blaugrana en cas de victoire de leur part, laissant place à l'un des pires matchs de la rivalité, même l'un des pires matchs de l'histoire d'Espagne, se terminant sur le score de 11 buts à 1. وانفاس مع الكامب نو كاين هاد التيمثال هذا هو يوهان كرويف المخترع ديال التيكي تاكا، واحد من اساطير النادي ديال البارسا. هذا ماشي ملعب عادي، حنا في اكبر ملعب ديال كره القدم في اوروبا كامله. تيكي تاكا هذا الاسلوب كيعتمد على تمريرات قصيره ما بين اللاعبين اللي كينتشروا في جميع انحاء الملعب وكيبقاو يتحركوا باستمرار، وكتكون السيطره على الكره طول فترات الماتش. فكره بسيطه خلات فرقه بحال البارسا تسيطر على اوروبا لمده من الزمن، وخلات اسبانيا تربح كاس العالم واليورو. الكامب نو غيتسد هذا العام، غادي يتم تجديد ديال الملعب كامل والمحيط ديالو باش يحافظ على المرتبه ديالو كاكبر واجمل تيران في اوروبا. التحف ديال هذه المدينه مازال ما بغاوش يتسالاو، وهذه البنايه العملاقه اللي كنشوفوها هي واحده من التحف اللي غنكتشفوها كاملين. ودابا حنا في واحد المعلمه تاريخيه اللي كلشي كيعرفها في برشلونه، لا ساغرادا فاميليا. هاد التحفه المعماريه هي كنيسه كيبلغ الطول ديالها 172 متر من انشاء داك العبقري المهندس الكتالوني غاودي. البناء ديال هاد الكنيسه هذه بدا في سنه 1882. تخيل معايا هاد الكنيسه هذه تخدى البناء ديالها اكثر من الوقت اللي خداه الهرم الاكبر في مصر. وهذا الشيء راجع لعده الاسباب، ولكن السبب الكبير هو الحرب الاهليه اللي دازت من اسبانيا، واللي خلالها تم تدمير وحرق جميع البلاصات اللي خلاهم غاودي باش تكمل هذه الكنيسه. وهذا الطرف اللي على اليسار هو ديال غاودي، وهذا على اليمين هو الاجتهاد ديال المهندسين باش يكملوا هذه البنايه اللي كتقول التقارير انها غتسالي في 2026. برشلونه عامره بستريت ارت، فيها بزاف ديال ستريت ارت. ما يمكنش تجي لبرشلونه بلا ما تزور واحد من هاد لي مارشي هادو. الفلي ماركت داكشي ديال الخرده والفينتاج، ضروري تجي لهنايا. داكشي في الهواء الطلق، الموسيقى، الناس ناشطه، تقهوى مع راسك وتسوق وبثمن رخيص. برشلونه معروفه بهذا النوع ديال الاسواق، كاينين بزاف منهم في بلايص مختلفه في المدينه. هاد النوع ديال الاسواق معروفه بهم برشلونه منذ القرن الرابع عشر، حيت كان السكان كيخرجوا كيبيعوا اي حاجه ما كيحتاجوهاش وكيشريو مع الناس اخرين الحوايج اللي كيحتاجوهم. هاد النوع ديال الاسواق في المدينه كيزيدوا يقويو ديك النزعه الجماعيه والقوميه ديال الكاتالان في برشلونه، حيت في نهايه الامر هاد الاسواق ماشي غير ديال التسوق، هي مجالات فين كيتبادلوا الناس الهضره وكيتفاعلوا مع بعضياتهم.
هاد الطير هذا كيميز برشلونه، كاين تقريبا في كل شجره. هاد الطير هذا كنسميوه عندنا البيروش، كيشريوه الناس وكيديروه في قفص. في برشلونه كاينغا في الزنقه عايش راسو. واخا المدينه كبيره بزاف ولكن سهل بزاف انك تمشي للطبيعه، حيت الطبيعه غير سقنا 5 دقائق من ديك التشيرش ديال قبيله وصلنا لواحد البلاصه هي احسن بلاصه تقدر تشوف منها برشلونه من الفوق. هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هادي كانوا شحال هادي فيها العسكر وكانوا مانستالين فيها واحد المدفع هنايا باش كيدافعوا على برشلونه ضد الغزاة. واليوم ولات واحد البلاصه اللي كيجيوها الناس كاملين باش يشوفوا برشلونه من الفوق بالنهار وبالليل. واحد المنظر يا سلام. وهذا اللي مورايا هو الشاطئ ديال برشلونه. هاد الشاطئ هذا كان بزاف ديال السنوات هو احسن شاطئ ديال المدينه في العالم كامل. واخا كيتعتبر هذا الشاطئ هذا من اكثر الشواطئ حياه في العالم كامل، الا انه شاطئ اصطناعي بنته برشلونه في سنه 1992 بمناسبه الالعاب الاولمبيه. وهكا غنكونوا سالينا الفيديو ديال برشلونه مدينه مسطحه ديال بصح، وهذا غير الانطباع الاول. مازال جايين فيديوهات اخرين وتهلاو في راسكم. نشوفكم الفيديو الجاي. الله يعاون.